تخيل معايا كده شغلانة ممكن تبدأ فيها من غير ما تكون فاهم سطر كود واحد، وشوية شوية توصل لمرحلة انك ممكن تقبض بالدولار وشغلك مطلوب في اي حتة في العالم، وكمان المرتب حلو. الشغلانة دي هي الداتا ساينس، وهقولك ازاي تبدأ فيها، تتعلم ايه، وتمشي على خطة توصلك لأول شغل بمرتب زي الفل من غير ما تشغل بالك بمجال البرمجة ومشاكله. وهي دي حكاية النهاردة على كودكس لاين. تخيل معايا شركة بتبيع منتجات اونلاين وفجأة المبيعات بتقل ومفيش حد فاهم اي حاجه. بيجي هنا دور الوظيفه بتاعتنا الداتا ساينتست، بيبدا يحلل البيانات ويشوف الناس بتشتري ايه وامتى ومنين، ويقارن الفترات اللي المبيعات فيها بتقل او بتزيد، وبعد ما يربط ده كله ببعضه يقدر يقول لهم مثلا الناس بتشتري اكتر في الصيف وبيحبوا العروض، يبقى نعمل حمله تخفيضات في التوقيت ده، وهكذا. هو ده شغل الداتا ساينتست، بيستخدم البيانات علشان يحل مشاكل ويخلي الشركه تكسب اكتر. ولو انت بتتفرج على نتفليكس كل يوم بتشوف فيلم او مسلسل وتسيبه في النص وتنقل على فيلم تاني، نتفليكس بيقعد يسجل ده كله بمعنى سلوكك، يعني بيشوف انت بتحب ايه وتحب تشوفه امتى وتسيبه امتى. نفس القصه لو رحنا لحاجه للتسويق الالكتروني زي امازون، كل ما تدخل على منتج او تضيفه للسله ده بيتسجل. بعد كده بيجي دور الداتا ساينتست، مش بيراقبك لكن بيجمع سلوك ناس كتير زيك، وبعد كده يقدر يقدم لك اقتراحات مناسبه ليك. اللي بيحب يشوف حاجه معينه يقدر يشوف ده كمان، اللي اشترى المنتج ده ممكن يعجبه ده كمان. حتى في البنوك لو كان يدوبك بتصرف مبلغ معين كل شهر، ولكن في يوم حصل عمليه بمبلغ مش طبيعي، فبيقوم البنك موقف العمليه، وتلاقي مكالمه زي بتوع المخابرات جايه لك الساعه 1 بالليل بتبلغك بالعمليه الغريبه دي. وده كله شغل داتا ساينس. وسؤال جانبي، هو ازاي الداتا ساينتست هيقدر يحدد الفيلم التاني اللي هتفرج عليه؟ يعني هما مشغلين موظف لكل واحد من اللي بيتفرجوا على نتفليكس؟ لا، لان السر هنا في الذكاء الصناعي. الداتا ساينتست بيجمعوا بيانات من ملايين المستخدمين، ايه الافلام اللي الناس شافتها، وقفوا فين، كملوا ولا قفلوا، بيحبوا انواع معينه، بيشوفوها امتى، وبعد كده بيدربوا موديل ذكاء صناعي على كل المعلومات دي. فالموديل ده بيتعلم اسلوب المشاهد وبيبدا يتوقع، يعني لو محمود شاف افلام دراما كذا وكذا بنسبه كبيره هيحب الفيلم ده كمان. يعني من الاخر مش لازم يكون في داتا ساينتست لكل شخص، ولكن انه الذكاء الصناعي يا عزيزي. ولذلك ده بيدي اهميه كبيره للوظيفه دي، وده طبيعي بعد التطور الرهيب اللي احنا شايفينه في الذكاء الصناعي. وطبعا النقطه اللي بعد كده هي المرتب. الموضوع بيعتمد على 3 حاجات: البلد، الشركه، خبرتك. يعني مثلا لو انت لسه داخل المجال وما تعرفش الالف من كوز الذره، بالميت هتاخد لك 20,000، ولو قطعت شويه في السكه بتوصل ل 50,000، ولو بقيت جامد وفاهم اللعبه تلاقي نفسك بتقبض في ال 80,000 وانت مستريح وبتطلب زياده كمان. ولكن المرتبات طبعا للفريلانسنج تقدر توصل لاعلى من كده بكتير وانت وشطارتك. نيجي بقى للسؤال اللي انت مستنيه، ازاي وابتدي منين، والموضوع هياخد وقت قد ايه على ما امسك اول وظيفه. اول حاجه لازم تتعلم برمجه، وخصوصا بايثون او ار. بايثون سهله بس لغه ار حلوه جدا بالذات في الرسومات البيانيه. بعد كده محتاج تتعلم جيت عشان لو ناوي تشتغل في فرق وشركات كبيره، ومع شويه سيكوال هتبقى جاهز تدخل عالم قواعد البيانات. بس استنى، لازم شويه رياضه بس مش كلها، ركز على الاحصاء والجبر. دلوقتي بقيت جاهز تمسك البيانات بايدك، تتعلم بانداس ومات بلوبلاب وتبدا تحلل وتعرض الشغل بتاعك بطريقه الكل يفهمها. وبعد كده تيجي مرحله الماشين ليرنينج، وهنا تقدر تبني موديلز او نماذج ذكاء صناعي تتعلم من البيانات. ولو حبيت تتعمق اكتر تروح على الديب ليرنينج، وطبعا بعد شويه خبره تبقى جاهز تدخل عالم البيج داتا وتشتغل مع الشركات التقيله. اغلب الوقت اللي ممكن تحتاجه علشان تتقن الادوات دي هيتراوح من شهر ل3 شهور انت وشطارتك. في البدايه لما تسمع كل اللي مطلوب منك ده انك تتعلمه علشان تجيب اول وظيفه في الداتا ساينس، هتحس انك لازم تبقى سوبرمان. بس الحقيقه غير كده خالص. المجال ده فيه تخصصات كتير وكل واحد ليه دوره، ولذلك انت مش مطلوب منك تعمل كل ده. يعني لو حابب تشتغل في الذكاء الصناعي وتبني نماذج ذكاء صناعي تتعلم وتتطور، يبقى مكانك في الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج. بس ده محتاج منك شويه برمجه، لانك هتحتاج تتعلم لغه برمجه زي بايثون مع ادوات تانية زي تنسر فلو. ولو انت عندك شغف ان ازاي شات جي بي تي والحاجات اللي زيه واللي تعتبر للناس كتير شيء
فوق الخيال، يبقى تخصصك هيبقى في شيء بيحلل اللغة اللي بيتكلم بيها الناس، وهو مجال ال NLP. اما لو عايز اي حاجة بعيدة عن البرمجة خالص، خش على الداتا انجينيرنج، ودورك هنا هتجمع البيانات وتظبطها وتخليها جاهزة للي هيبني عليها موديل الذكاء الصناعي. ولو بتحب الشغل اللي فيه تعامل مع ارقام ضخمة وبيانات كتير وادوات تقيلة، يبقى البيج داتا اناليتكس هو الطريق، وساعتها محتاج تتعلم ادوات زي هادوب وسبارك. ولو دماغك من النوع اللي بيحب الروقان ويا دوبك يبسط المعلومة، في تخصص اسمه داتا فيجواليزيشن، بتحول فيه البيانات لرسومات الناس تفهمها بسهولة. واخيرا في تخصص اسمه داتا اناليتكس، اسهل من كل اللي فاتوا دول، ومش محتاج اي وجع دماغ ولا حتى وقت على ما تبتدي اول وظيفة. ولو بتعرف اكسل كويس تقدر تبتدي فيه حالا. يعني في الاخر شوف انت حابب ايه من التخصصات اللي في مجال الداتا ساينس وابدأ فيه، وفي خلال ما انت في التخصص ده تقدر تدرس لغة برمجة وتخش في حاجة من تخصصات الذكاء الصناعي، واللي اكيد هيعود عليك بمرتب اعلى وهتبقى مطلوب اكتر. دلوقتي ادينا عرفنا ازاي نقدر نبتدي في مجال الداتا ساينس، وايه التخصصات المتاحة، وايه التخصصات اللي مش محتاجة مني مجهود كبير علشان اقدر اشتغل بيها. وبرضه ده بيرجع لك في الاول وفي الاخر بناء على اهدافك وبتحب ايه. ولحد هنا انا خلصت، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.